اسمي لينا وعمري الآن 32 سنة. القصة بدأت قبل 7 سنوات تقريبا، لما كنت في 25 من عمري. كنت في أجمل مراحل الحياة، تزوجت وأنا عندي 20 سنة. زوجي اسمه أحمد كان أكبر مني ب12 سنة، رجل خلوق وكريم، لكن ربنا ابتلاه بمرض مزمن منذ صغره، وهو مريض بالقلب. المرض أثر على حياته كثير. في البداية ظننت الأمر عادي، كثير ناس تعيش مع أمراض مشابهة وتعيش حياة طبيعية تماما، لكن مع الأيام اكتشفت أن حالته كانت أصعب مما تخيلت. كان دائما يشعر بالإرهاق الشديد، لا يقدر على بذل جهد كبير، وكانت هناك مشاكل أخرى لا يحب أحد يتحدث عنها. فهمت قصدي. بالتأكيد لم أتزوجه من أجل المال ولا من أجل مصلحة معينة، تزوجته لأني أحببته حقا، أحببت لطفه وكرمه وأخلاقه. قلت الحب يكفي لكل شيء، لكن مع الوقت بدأت أشعر أنني محرومة من أشياء كثيرة، أشياء طبيعية يجب أن تكون في أي بيت سعيد ومستقر. كنت لازلت في بداية العشرينات، أريد أن أعيش شبابي كاملا، أريد أن أشعر أنني امرأة محتاجة للحنان والاهتمام، لكن أحمد رغم كل طيبته لم يكن قادرا على منح تلك الأشياء بسبب مرضه. أتذكر في السنتين الأوليين كنت أحاول أن أبقى متفائلة، أقول لنفسي الحب هو الأساس والباقي سيأتي مع الأيام. كنت أرى صديقاتي المتزوجات يحكين عن حياتهن الزوجية، وكنت أشعر بألم داخلي عميق، ليس حسداً، والله بالعكس، لكن كنت أتمنى أن أعيش نفس الشعور الذي يعشنه أحمد. كان يلاحظ معاناتي، كان يراها في نظرات عيني، حتى لو لم أنطق بكلمة كان يقول لي لينا أنا آسف، أعرف أني لست الزوج الذي حلمت به في كل النواحي. كنت أطمئنه وأقول له أنا اخترتك أنت وأنا سعيدة، لكن في داخلي كنت أتألم. كنت أموت ببطء من الفراغ. بعد 4 سنوات من الزواج بدأت حالة أحمد تتدهور أكثر. دخل المستشفى عدة مرات، والأطباء قالوا يجب أن يرتاح تماما بعيدا عن أي ضغط. كان يتناول أدوية كثيرة ولها آثار جانبية قاسية. كان دائما نعسان ومرهق، لا يقدر على القيام كثيرا. مزاجه أصبح متقلبا جدا. أنا كنت أعمل معلمة في مدرسة، لكن اضطررت أترك الوظيفة لأتمكن من الاهتمام به. أصبحت حياتي تدور حوله. كل صباح أصحو أعطيه دواءه، أعد له الطعام الخاص بالحمية، أقيس ضغطه وسكره بانتظام. أصبحت مثل الممرضة في بيتي، ولست زوجة تعيش حياتها. وهنا بدأت المعاناة الحقيقية. والد أحمد حماي، يعني جاء يسكن معنا في البيت في دبي ليساعدني في رعاية ابنه. في البداية ترددت قليلا، كيف رجل غريب يعيش معنا؟ لكن أحمد طمأنني وقال هذا أبي يا لينا، ليس غريبا، وأنا أرى تعبك الشديد، أحتاج أحدا يساندك معي. حماي كان عكس ابنه تماما في نقطة مهمة جدا. كان قوي وصحته ممتازة رغم أنه في الستينات من عمره تقريبا. زوجته توفيت منذ سنوات وعاش وحده فترة طويلة. كان رجلا جذابا بصراحة، شعره أشيب لكنه زاد جاذبية، طويل القامة، عريض المنكبين، دائما أنيق ومرتب جدا. من أول يوم جاء يعيش معنا
شعرت أن البيت أصبح أكثر حيوية ودفئا، كان مبتسما يروي قصصا، يخفف الجو، يساعدني في كل شيء صغير، يذهب يجلب الأدوية بنفسه، يقعد مع أحمد عندما أتعب، يساعدني في أعمال المنزل، يطمئن علي دائما بكلامه. في البداية شعرت بالارتياح لأنه خفف عني الكثير وجعل أحمد مرتاحا نفسيا، لكن مع مرور الأسابيع بدأت ألاحظ أمورا مختلفة. حماي كان ينظر إلي بنظرات غير عادية، كان يهتم بي أكثر من المعتاد بكثير، كان يطبخ أيضا وهذا كان جديدا علي. لم أعتد رؤية رجل يقف في المطبخ كثيرا، كان يعد أطباقا رائعة ودائما يسأل عن ذوقي، يوم يعد لي كبسة بالدجاج، ويوم آخر يعد لي منسف، ويوم ثالث يفاجئني بمندي كل يوم. شيء جديد ولذيذ. كان يقول: أنت يا لينا مرهقة من رعاية أحمد، يجب أن يهتم أحد بك أنت أيضا. هذا الكلام كان يدفئني. شعرت بعد فترة طويلة أن هناك من يراني حقا، لست مجرد خادمة أو ممرضة. أتذكر مرة كنت جالسة في الشرفة أبكي وحدي، كان يوما صعبا جدا. أحمد كان متعبا، دخلنا المستشفى صباحا ورجعنا مساء متأخر وأنا منهكة تماما. حماي صعد خلفي، جلس بجانبي وقال لي: لينا، أعرف أنك تتحملين الكثير، وأعرف أنك لازلت شابة، يجب أن تعيشي عمرك كاملا. قلت له: أحب أحمد يا عم، لكن فعلا أنا متعبة جدا. قال لي: ومن قال أن الحب يجب أن يكون عذابا دائما؟ الحب يفترض أن يكون راحة وسعادة، لا ألما ومعاناة. هذا الكلام بقي في بالي أياما طويلة. بدأت أسأل نفسي: هل هذه الحياة التي أريدها حقا لنفسي؟ الأيام مرت وبدأت ألاحظ أن اهتمام حماي زاد أكثر، ليس اهتماما عاديا مثل ما يفعل الحمى مع كنته، لا، كان نوعا آخر مختلف. كان يحضر لي هدايا بسيطة، عطورا أنيقة، إكسسوارات، أشياء جميلة، وكان دائما يمدحني، يقول إنني جذابة وأن أحمد محظوظ بي جدا. مرة أحضر لي عطرا فاخر، قلت له: هذا كثير يا عم، ليس ضروريا. قال لي: أنت تستحقين كل جميل يا لينا، أنت فتاة نبيلة ومضحية، يجب أن يقدرك أحد مرة أخرى. أحضر لي سوار فضي. استغربت وقلت: الناس ماذا سيقولون؟ قال: الناس لا يهمني، أنا أهدي لزوجة ابني شيئا بسيطا، لا خطأ في البداية. استغربت، لكن قلت: ربما هذا طريقته في إظهار التقدير. لكن مع الوقت أصبح الأمر أوضح. كان ينظر إلي بنظرات خاصة، يبحث عن أي فرصة يلمس يدي أو يقترب مني في المطبخ، يقول: تعالي أريك الطريقة الأفضل. وأنا بصراحة كنت أشعر بشيء يتحرك داخلي. لست فتاة سيئة ولا قليلة الأخلاق، لكن كنت محرومة منذ سنوات، محرومة من شعور بوجود رجل قوي يقف بجانبي، رجل يرفع عن كتفي الأثقال، ولست أنا من يحمل كل شيء. وحماية كان يمنحني هذا الشعور، كان يجعلني أشعر أنني امرأة تحتاج إلى الدعم والقرب، ولست مجرد من يرعى مريضا. كنت أحاول كبح هذه المشاعر، أقول لنفسي: لينا، أنت زوجة، وهذا والد زوجك خافي الله، لكن القلب يسير بقوانين أخرى. كنت أجد نفسي أنتظر دخوله، أفرح لسماع خطواته في البيت، أشعر بفراغ كبير عند غيابه. أحمد كان يرى كل هذا، كان يلاحظ نظراتي إلى أبيه ويرى كيف ينظر أبوه إلي مرة.
قال لي: لينا، أبي رجل طيب، ولو حدث يوما أمر ما لن أغضب منك أبدا. لم أفهم مقصده تماما حينها، لكن شعرت أن شيئا قادم. الأشهر مرت والأمور تعقدت. حالة أحمد ساءت أكثر فأكثر. الأطباء قالوا يحتاج إلى عناية مستمرة دون أي إجهاد. أصبح معظم اليوم في نوم عميق، أحيانا يستيقظ قليلا، يجلس معنا، وأحيانا يغفو طوال النهار. كنت منهارة نفسيا تماما، لا أعرف ماذا أفعل بعد. أشعر أن عمري ضاع وأنا لازلت في 25. فقط كنت أنظر في المرآة، أرى فتاة فقدت بريق شبابها، عيناها مجهدتان، روحها مكسورة حماي. كان يرى كل هذا الوجع، وكان دائما يحاول التخفيف. كان يقول: هيا نخرج قليلا، نغير الجو، نتنفس هواء جديد. وفعلا كنا نذهب إلى السوق أو نتمشى على الكورنيش. كنت أشعر بالراحة بجانبه. كان يضحكني، يروي ذكرياته، يجعلني أنسى الهموم ولو للحظات قصيرة جدا. مرة قال لي: لينا، أريد أن أخبرك بأمر هام جدا. قالها بصوت قوي. شعرت أن شيئا كبيرا سيأتي. قال: أنا أحبك منذ اليوم الأول الذي رأيتك فيه، لكن كنت أخجل من الكلام. خفت أن تفهمي الأمر خطأ. وقفت مذهولة. قلت له: يا عم، ماذا تقول ابنك داخلا نائما؟ قال: أعرف، وهذا ما يعذبني، لكن لا أستطيع الصمت أكثر. لا أقدر أن أراك يوميا وأخفي ما في داخلي. رجعت إلى الشقة وأنا حائرة تماما. عقلي مشوش من جهة شعور بالذنب كبير. كيف أفكر في والد زوجي؟ وزوجي لا يزال على قيد الحياة. ومن جهة أخرى فرحا خفيا أن رجلا يحبني بصدق وليس مجرد شفقة علي في يوم آخر. كنت في المطبخ أبكي وحدي منهارة تماما، لا أرى أي ضوء في النفق. حماي دخل، وجدني هكذا، جلس بجانبي، احتضنني بلطف، قال: يا لينا، أعرف تعبك، وأعرف أنك لا تعيشين حقا، ولك الحق أن تعيشي شبابك وتدللي وتشعري بقيمتك. قلت له: لا أعرف ماذا أفعل. أحب أحمد وأخاف عليه، لكن في الوقت نفسه أشعر أنني أختنق شبابي يذهب، ولم أذق طعم السعادة بعد. سكت قليلا ثم قال كلاما صدمتني. قال: يا لينا، لدي حل، لكن لا أدري إن قبلتيه. قلت له: ما هو؟ قل أي شيء، لا أتحمل هكذا أكثر. قال: اطلبي الطلاق من أحمد وتزوجيني أنا. الدنيا دارت بي، شعرت قلبي سيتوقف. قلت: ماذا تقول يا عم؟ هذا ابنك زوجي. قال: أعرف، وهذا ما جعلني أفكر في الأمر منذ زمن. أراك يا ابنتي، أرى وجعك، أرى أنك تفقدين نفسك. أحمد ابني وأعزه كثيرا، لكنه يعرف أنه لا يقدر أن يكون زوجا كاملا، لا يقدر أن يمنحك حقوقك كامرأة تكلمت معه. قلت له: أريد أن أطلب يدك وأتزوجك، وهو قبل تماما. لم أصدق. قلت له: أحمد وافق. مستحيل. قال: اذهبي اسأليه بنفسك، هو يريد سعادتك، يريدك أن تعيشي حياتك، وهو غير قادر على منحك ذلك. قال: إنه يحبك، ولهذا يريدك مع من يرعاك حقا. قمت مسرعة، ذهبت إلى أحمد في غرفته، وجدته جالسا على السرير متعبا كعادته. جلست بجانبه. قلت له: أحمد، أبوك. قال كلاما غريبا، نظر إلي وابتسم بألم. قال لي: لينا، أعرف أنك غير سعيدة معي، أرى في عينيك الفقدان، وهذا يؤلمني أكثر من المرض نفسه. لا أقدر أن أكون الزوج الذي تحتاجينه، لا أريد أن تهدري عمرك بجانبي.
أبي رجل صالح وقوي وهو يحبك، أرى نظراته، أرى أنه قادر على إسعادك، أنا أقبل، بل أطلب منك أن تفعلي ذلك. بكيت كثيرا، بكيت بشدة. قلت له: لا أريد تركك، أحبك. قال: وأنا أحبك، ولهذا أفعل هذا. لو كنت أنانيا لأمسكت بك وبقيت أراك تذبلين، لكن لا أريد ذلك. أريدك أن تعيشي، أن تكوني سعيدة، أن تشعري بأنوثتك. أبي سيمنحك كل هذا، أنا متأكد. أمسك يدي وقال لينا: إن رفضت لن أغضب، لكن إن وافقت ستريحين قلبي، سأموت مطمئنا أنك في يد أمينة. هذا الكلام سكن قلبي. خرجت من الغرفة حائرة تماما. جلست أياما أفكر في صراع داخلي كبير من جهة حبي لأحمد وخوفي عليه ورفضي تركه، ومن جهة أخرى إرهاقي وحرماني ورغبتي في الحياة. كنت أنظر في المرآة كثيرا وأدعو الله أن يرشدني إلى الصواب. أقول: يا رب، أنا حائرة جدا، أرشدني إلى ما فيه الخير. وفي ليلة رأيت حلما عجيبا، رأيت أحمد يقول لي: اذهبي يا لينا، أنا مطمئن الآن، عيشي حياتك بكل سعادة. استيقظت وأنا أشعر براحة غريبة تملأ قلبي تماما. شعرت أنها إشارة من الله. قررت أن أتبع ما يمليه قلبي وما يريح ضميري. حماي كان صبورا جدا معي، لم يعد يتحدث في الأمر، لكنه استمر في اهتمامه، بل زاد من رعايته يوميا، يجعلني أشعر أنني لست وحيدة، أن هناك من يساندني. مرة قال لي لينا: لا أعجلك، خذي وقتك، فكري بهدوء، أنا موجود هنا دائما، سواء وافقت أو رفضت. هذا الكلام اطمأن قلبي. شعرت أنه رجل نبيل حقا، لا يستغل الظروف أبدا. بعد 3 أسابيع من التأمل أخذت قراري النهائي. قلت لحماي: أنا موافقة، لكن بشرط واحد مهم جدا، أحمد يبقى معنا في البيت، نرعاه حتى يقضي الله أمره. وافق فورا بدون تردد. قال: هذا ابني يا لينا، بالتأكيد سيبقى معنا، سنعتني به أفضل عناية، لن أقصر معه أبدا. الإجراءات كانت صعبة غريبة. أحمد طلقني طلقة واحدة، وبعد انتهاء العدة الشرعية تزوجت حماي زوجي الجديد خالد. طبعا الناس تفاجأ، الجيران، الأهل، كل من يعرفنا بدأوا يتحدثون كثيرا: كيف فعلت هذه الفتاة؟ كيف تركت زوجها وتزوجت والده؟ كان هناك من يسبني، وآخرون يقولون إنني فاقدة الضمير والأخلاق. كانت جارة اسمها أم سعيد دائما تقف أمام البناية تتحدث عني بصوت عال، تقول: هذه استغلت مرض زوجها الفقير. وذهبت إلى أبيه مرة، سمعتها وأنا خارجة، وقفت أمامها بهدوء وقالت: يا أم سعيد، الله يغفر لك، أنت لا تعرفين شيئا عني، فلا تحكمي علي بسرعة. قالت: أعرف كل شيء، تركت زوجك المريض وتزوجت أباه. قلت: زوجي طلقني برضاه، وهو من اقترح علي هذا، وهو يعيش معنا الآن مرتاح تماما، فماذا تعرفين؟ سكتت ولم تجد ما تقوله، ومن ذلك اليوم توقفت. لكنني كنت مقتنعة تماما بقراري، وخالد كان دعما كبيرا يقول: دعيهم يقولون، نحن نعرف الحقيقة، فقط ضميرنا نظيف ومرتاح، وحياتي تغيرت بالكامل. خالد كان زوجا حقيقيا قوي حنون، يرعاني دائما، يدللني، يجعلني أشعر أنني الأولوية في حياته. كان يوقظني بفنجان شاي أحبه، يعد لي وجباتي المفضلة، يأخذني للتنزه،
يحضر هدايا بدون سبب، كل ما فقدته وجدته معه. أتذكر أول خروجة بعد الزواج، أخذني إلى مركز تجاري كبير، اشترى لي ملابس كثيرة، ثم ذهبنا إلى مطعم راقي، تناولنا العشاء. قال لي: لينا، أريدك تشعرين أنك ملكة حقيقية، أريدك تنسي الماضي كله وتبدئي صفحة جديدة سعيدة. بكيت من السعادة. قلت: لم أصدق أنني أعيش هذا. كنت أظن هذه الأمور فقط في القصص والأحلام. قال: هذا واجبي يا عمري، سأسعدك كل يوم جديد، وبالطبع هناك جوانب أخرى لا أستطيع التفصيل فيها، لكن أقول إنه أثبت لي أنه رجل كامل رغم عمره، كان يمنحني شعور الأمان والحنان بشكل لم أعرفه، جعلني أشعر بأنوثتي كاملة، كان لطيفا رقيقا. يسأل دائما: هل أنت بخير؟ تحتاجين شيئا يعاملني كإنسانة لها مشاعر عميقة، وهذا كان أغلى ما لدي. أما أحمد فبقي معنا كما اتفقنا، يعاملنا بكل احترام ويفرح لرؤيتي سعيدة. قال لي مرة: لينا، الحمد لله، أراك الآن مبتسمة، هذا يريح بالي، أعرف أنك في يد صالحة. كنا نجلس معا ساعات نتحدث عن أيامنا السابقة. يقول: لا أندم على شيء، فعلت الصواب، وأنا سعيد بعد 8 أشهر من زواجي من خالد. حملت، كانت لحظة رائعة، عملت التحليل وجدته إيجابيا، بكيت فرحا. أخبرت خالد، احتضنني وقال: الحمد لله، هذا أجمل خبر في عمري. أحمد فرح معنا ودعا لي بالتمام. قال: أريد أن أرى هذا الطفل قبل رحيلي، أريد رؤيتك. أما سعيدة وربنا استجاب، ولدت ابني الأول سميناه يوسف. أحمد كان أول من حمله، وقبله قال: ما شاء الله، جميل مثل أمه، لحظة مؤثرة. نحن الثلاثة بكينا فرحا. عاش أحمد بعد الولادة 4 أشهر، يحمل الطفل يوميا، يقبله ويدعو له. وفي يوم جلس معنا في الصالون قال: أشعر بالتعب، أريد أن أرتاح قليلا. أخذناه إلى غرفته، وفي تلك الليلة رحل بهدوء، حزنا عليه كثيرا، أنا وخالد، لكن عزاؤنا أنه رحل مطمئنا. رأى الطفل ورآني سعيدة، دفناه بكل حب واحترام، ودعونا له بالرحمة والمغفرة. بعد رحيل أحمد بعامين حملت مرة أخرى، ولدت ابني الثاني اسمه زيد، والآن نعيش حياة هادئة جميلة. خالد زوج مثالي وأب رائع لأولادي. أحمد الله يوميا على هذا القرار. يوسف الآن عنده 5 سنوات، وزيد عنده 3 سنوات، أطفال أذكياء ووسيمون، خالد يربيهما أحسن تربية. يعلمهم الصلاة، يروي لهم قصصا قبل النوم، يلعب معهم. هو أب عظيم، وأنا أشعر أنني في حلم. كل صباح أستيقظ وأجد خالد بجانبي، أشعر بالأمان كل يوم. أرى أولادي يكبرون، أشعر بسعادة لا حدود. طبعا لا يزال بعض الناس يتحدثون، لكنني لا أبالي. أعرف أنني فعلت الصائب، وأعرف أن الله راض عني. أعرف أن الكثيرين سيندهشون من قصتي، وبعضهم سيقول إنني مخطئة، لكن أريد أن أقول: الحياة لا تسير دائما كما نتوقع، وما مكتوب في الكتب ليس دائما واقعنا. لم أفعل خطأ، أخذت قرارا شجاعا صعبا، لكنه كان الأفضل. لم أترك أحمد وحده، لم أخنه كل شيء برضاه، بل بتشجيعه. خالد لم يكن رجلا سيئا، كان يحبني ويريد حمايتي، وأنا لم أكن فتاة جشعة. كنت امرأة تحتاج أن تعيش، تريد أن تشعر بقيمتها الآن بعد 7 سنوات من هذا الزواج.
أحمد الله، عندي زوج يحبني يرعاني، عندي ابنان رائعان، بيت مليء بالحنان، والأهم ضميري نظيف لأنني لم أظلم أحدا، كل شيء برضا الجميع. بعضهم سألني: هل تشعرين بالذنب؟ قلت: لماذا أنا فعلت الصح؟ تزوجت رجلا صالحا بعد طلاقي برضا زوجي السابق، فأين الخطأ؟ وآخرون قالوا: لكن كان والد زوجك. قلت: وماذا في ذلك؟ هل هو محرم فقط لأنه كان حماية الشرع يسمح؟ والأهم كل شيء برضا الجميع يا رب. فهمتم قصتي ولا تحكموا علي. أتمنى أن تكون قصتي قد ألهمتكم للتفكير في اختيارات الحياة بعمق، وأن تختاروا دائما ما يجلب الراحة لقلوبكم دون أذى لأحد. شاركوني آراءكم في التعليقات. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أدعو الله أن يملأ أيامكم بالسعادة والسلامة. إلى اللقاء في قصة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.